لا بد من الإشارة إلى أن حسن الخلق موهبة من الله، مثل ما قال أحد السلف: إن هذه الأخلاق وهائب، إن هذه الأخلاق وهائب، فإذا أحب الله عبده وهبه منها، فهي هبة من الله. ولهذا يحتاج فعلا العبد إلى أن يبذل الأسباب التي تقربه من الله، ومن أعظم ذلك الدعاء وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهذا دليل على أن الخلق موهبة من الله، يطلب من الله، لا يمكن أن تتحلى بخلق إلا إذا أعانك الله عليه ووفقك للاتصاف به. كذلك الدعاء العظيم هو ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا الدعاء ثابت، نعم لم يثبت عند النظر في المرآة، جاء في حديث ضعيف عندما ينظر في المرآة، لكن مطلقا ثابت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فمثل أيضا ما جاء في الصحيح: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فمن أعظم وأهم أسباب نيل الأخلاق الفاضلة دعاء الله واللجوء إليه سبحانه وتعالى، ومن ثم مجاهدة النفس بفعل الأمور التي تعين العبد على التحلي بالخلق الفاضل الكريم.